اعطينا رايك بهي في رأيي في ماذا؟ في كاع المهرجان هذا، يدوم تاع الفرحه ولا تاع الحزن؟ لا، أنا إذا كان قعدت في يوم هذا اليوم الأخير كان عندي أمل أني نشوف الجزائر اللي شاركت في هذا المهرجان تأخذ جائزة في فيلم ولا في فيلمين، لكن من بداية وجودي في هذا المهرجان وأنا نحس باللي الوفد الجزائري لا قيمة له. ما كان يسقسي عليك، ما كان اللي يمشي معك، ما كان صحافة، ما كان حتى شيء. وفي النهاية كامل تصور واش وقع لنا اليوم. راك كنت حاضر عماد، كنت حاضر انه ديزانفيتاسيون معنا، كي دخلنا قعدونا في الصف الأخير مظلم، مكان مظلم فيه إلا الناس اللي ماشي معروضين جايين بلا عرضة وفي دي شاز لون بلاستيك. هذه هي الجزائر، هذه هي الثقافة. علاش تعرضونا؟ علاش تعرضونا؟ تعرضونا باش تقولوا احنا عرضنا الجزائر. إذا كان تعرضوا الجزائر ما تعطيهاش قيمة لبناتها وبناتها وأبنائها، راك خسرت كل شيء يا أخي، بصراحة خسرت كل شيء. خسرت الجزائر والحكومة الجزائرية وخسرت الشعب الجزائري، لأني أنا اسمي باهية راشدي، في بلدي يحترموني ويحبوني قد ما نحترمهم ونحبهم. للأسف اليوم حسيت نفسي مهانة لدرجة لا تتصور، ما تقدرش تتصورها. فهذا الشيء هذا دموع، ماشي دموع أنا عندي كبرياء. وشفتني كيفاش خرجت قبل ما تبدا الحفل، قبل ما يبدا الحفل كي قعدنا السيد قال لنا انتم الجزائريين تقعدوا هنا، يعني قالها بواحد الطريقه. قلنا له احنا وفد جزائري، هل تعرف واش معنى الجزائر؟ هل تعلم؟ الجزائر وما ادراك ما الجزائر. نقعد هنا يا السلام عليكم ويعطيك الصحه انت اللي خرجت معايا عماد، وقفت معايا يعطيك الصحه. ربي ان شاء الله يبقي بخاطرك، وان شاء الله تصبح نجم في بلدك، وان شاء الله تتغير الاحوال عليكم، لانه الشيء اللي جاز علينا احنا من زمان كنا صابرين لانه في بلدنا، ووصلنا في بلدنا، وصلنا ان شاء الله اللي اصبحنا قامات باسقه فنيه في بلدنا، فبالتالي ما نحبوش ننهن في بلد اخر. مع الاسف واحد معروض كما انا معروضه مدوا له كل شيء، مدوا له كل شيء، واحنا حتى النظره ما ينظروش فينا. يا للغرابه، يا للغرابه. وتقول جارتي الجزائر. أنا آسفة كثير 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 على الشيء اللي وقع اليوم، والحمد لله أني ما قعدتش قبل ما يبدأ الحفل خرجت، وهذا هو الشيء اللي خلاني نتنفس شوية نوعا ما. شكرا لك يا عماد يا ابني، خذ بالك من نفسك، لأنه كاين ناس اللي أحبابهم في حجورهم. شكرا لك. صحة، يعطيك الصحة.